الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، إمام المتقين. اعلموا أيها المسلمون أن الذكر سبب لمعية الله عز وجل، وسبب لأن يذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، وسبب لقرب الله منك. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وأنا معه إذا ذكرني. إذا ذكرت الله عز وجل، إذا أكثرت من ذكر الله عز وجل كان معك الله، وإذا كان الله عز وجل معك فمما تخاف؟ إذا كان الله عز وجل معك فوالله إنك تشعر في قلبك نورا، وإن كنت تمشي في ظلمة الليل. إذا كان الله عز وجل معك تشعر بأنك أغنى الناس، وإن كنت لا تملك درهما ولا متاع. إذا كان الله عز وجل معك تشعر بالراحة والأمان، والله وإن كنت في سجن من سجون الناس. وإذا رأيت أن الناس ابتعدوا عنك فاعلم أنه بذكر الله عز وجل يقترب منك رب الناس. ونحن نعيش في زمن الغربة، غربة الإسلام، وغربة الوطن، وغربة الأهل، وغربة الأهل، وغربة الأهل. فأكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. فالله عز وجل يقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لو دخلت إلى العمل وجاء مدير المؤسسة وأثنى عليك أمام الناس لفرحت بهذا الفعل. لو أثنى عليك الرئيس لفرحت بهذا الأمر. كيف والله عز وجل هو الذي يثني عليك؟ يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، ويذكر اسمك، يذكر اسمك: فلان ابن فلان. يا لها من رحمات. وكأن الله عز وجل يقول لنا: اذكروني بالمعذرة أذكركم بالمغفرة، اذكروني بالثناء أذكركم بالعطاء، اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال، اذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص، اذكروني بالمناجاة أذكركم بالنجاة.